بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا سنة تانية، عاملة ايه؟ ان شاء الله تكوني بخير. ننتقل دلوقتي لحل أسئلة على درسنا الأول اللي تناولناه الصبح بالشرح، اللي هو علم اجتماع تانية ثانوي ترم أول، درس واحد اللي هو تعريف علم الاجتماع وأهميته. أنا حليت من شوية أسئلة علم نفس، وإن شاء الله أحمل لكم الفيديو على خير. دلوقتي بقى ننتقل لحل أسئلة علم اجتماع. هحل من كتاب الامتحان، اجيبها لك اهي، صفحة 143 و 144. هنحل كام سؤال اختر وسؤال مقالي. حل أسئلة علم اجتماع تانية ثانوي عام ترم أول، درس 21/25 من كتاب الامتحان صاد 143 و 144. ماشي، بسم الله. الاول اكتب لك ازاي احنا هنحل السؤال، وهخلي لك السبوره دي في علم النفس وفي علم الاجتماع. كيفيه حل السؤال: 1. قراءة السؤال جيدا. 2. قراءة الاختيارات جيدا. 3. تذكر مكان السؤال في المنهج. تحديد الجزء الخاص بالسؤال في المنهج. 4. الإجابة على السؤال في عقلي. 5. محاولة توفيق الاختيارات مع السؤال. 6. تمرير باقي الاختيارات للتأكد من الإجابة الصحيحة. دي خطوات حل السؤال. ماشي، هسيبها لك برضو في فيديو علم النفس. ندخل على السؤال على طول. 1. بسم الله. لاحظ ويليام جود أن الأسرة قد تعرضت لعديد من التغيرات قبل ظهور التحضر، وهو يرى أن العلاقة بين الأسرة النووية والتحضر والتصنيع من أعقد العلاقات، خاصة وأن التحضر والتصنيع لا يتجزئان. تلخص الرؤية السابقة أحد أهداف علم الاجتماع، وهو التفسير، التنبؤ، الوصف، التحكم. طيب احنا كان عندنا كام هدف من علم الاجتماع؟ الاول احنا ما كانش عندنا اهداف في علم الاجتماع، احنا كان عندنا اهميه المنهج العلمي. بس هو هنا حول السؤال. ماشي، انا ليا الاختيارات، انا كان عندي كام؟ 3، وكانوا كام بالترتيب؟ وصف، تفسير، تنبؤ. وقلنا الوصف اللي هو صاد بنقول الخصائص، التفسير س تفسير اسباب، والتنبؤ ت تنبؤ للمستقبل. فهو هنا بيقول الاسره تعرضت لعديد من التغيرات، في حاجه حصلت لهم يعني قبل ما يظهر التحضر، وهو شايف ان العلاقه بين الاسره النوويه والتحضر والتصنيع من اعقد العلاقات الخاصه، وان التحضر ده والتصنيع يعني هو هنا كانه بيشرح لك المشكله او بيشرح لك الظاهره. بيشرح لك بقى المشكله وبيشرح لك الظاهره دي، معناها ان هو بيعرفها لك او بيقول لك خصائصها. بيعرفها لي، بيقول لي خصائصها دي كانت في انهي حته، هل الوصف ولا التفسير ولا التنبؤ؟ كانت في الوصف. يبقى انا س 1 هختار رقم ج. س 2.
2 انصب اهتمام إحدى الدراسات على انحراف بعض الشباب عن المعايير والقواعد التي يحددها المجتمع لأنماط السلوك المرغوبة، وذلك لمعرفة دوافع الانحراف لديهم، وهل هذا الانحراف مرتبط بفئة ما أو طبقة ما من المجتمع. تجسد الدراسة السابقة أحد أهداف علم الاجتماع، وهو التفسير والوصف ولا التنبؤ ولا التحكم. أنا عندي تفسير ووصف وتنبؤ، ما عنديش تحكم، فأنا بستبعدها. بيقول لي الدراسات أكدت أن انحراف بعض الشباب عن المعايير والقواعد لأنماط وسلوكها، وذلك لمعرفة دوافع الانحراف لديهم، وهل هذا الانحراف مرتبط. يعني أنا هنا إيه؟ عايز أعرف ليه بيحصل لهم كده، إيه اللي بيخليهم يعملوا كده. ما دمت عايز أعرف ليه أو إيه اللي يخليهم بيعرفوا كده، يبقى أنا بسأل على السبب، والسبب اللي كان بحرف السين كان النقطة بتاعته اللي هي تفسير. يبقى هنا إجابة السؤال عندي هتبقى التفسير، س 2 التفسير. 3. قام أحد المتخصصين في علم الاجتماع برصد نشأة تأثير التغيرات المناخية على فلاحة الأرض وعادات وسلوكيات بعض القرى المصرية، ومدى تأثيرها في ال10 سنوات الأخيرة. تجسد الدراسة السابقة أحد أهداف علم الاجتماع، وهو تفسير وصف. برضو هستبعد التحكم. أرجع تاني، برصد نشأة تأثير التغيرات المناخية على فلاحة الأرض وعادات وسلوكيات بعض المصريين، ومدى تأثيرها في ال10 سنوات الأخيرة. هو بيقولك هنا رصد نشأة التأثير، يعني هو هنا إيه؟ بيجيب الحاجة، رصد نشأة التأثير على فلاحة الأرض وعلى عادات، ومدى تأثيرها في ال10 سنوات الأخيرة. وهتأثر في إيه في ال10 سنوات؟ هل أنا هنا بتكلم على خصائص؟ لا. هل أنا هنا بوصفها؟ يعني بقولك مش عارفة. هل أنا هنا بقول أسباب؟ لا، أنا مش بقول أسباب. هل أنا هنا بتنبأ في المستقبل هيكون إيه اللي هيحصل؟ أنا ما قلتش في المستقبل، ما قلتش مدى تأثيرها في ال10 سنوات الأخيرة، أنا قلت مدى يعني إيه بيحصل إيه. فأنا هنا بوصف، والوصف ده اللي هو أول خطوة من الخطوات حل المشكلة، أو أول هدف من أهداف علم الاجتماع. يبقى أنا عندي السؤال رقم 3 ب. السؤال 4. في الآونة الأخيرة دخلت مصر عصر الإصلاح الاقتصادي والسياسي بطريقة علمية ومخطط لها، وهذا ما يتم تنفيذه الآن. تحلل هذه العبارة إحدى وظائف علم الاجتماع، وهي الوظيفة المجتمعية النظرية النقدية العلمية. الصبح قلنا إحنا عندنا كام وظيفة؟ 2، وظيفة علمية ووظيفة مجتمعية. فأنا بستبعد النظرية والنقدية، وقلنا الوظيفة العلمية إن أنا بطور العلم نفسه، والوظيفة المجتمعية إن أنا باخد بقى اللي أنا طورته ده أطبقه في المجتمع. طيب بيقول لي في الآونة الأخيرة دخلت مصر عصر الإصلاح الاقتصادي والسياسي بطريقة علمية ومخطط لها، وهذا ما يتم تنفيذه الآن. يعني أنا دخلت في مرحلة التطبيق، يعني مبقتش تعليم بس، بقى دخلت في مرحلة التطبيق. وما دمت دخلت في مرحلة التطبيق يبقى أنا بتكلم على الوظيفة المجتمعية. يبقى أنا الرقم 4 ألف. 5. وظيفة تسعى للكمال المجتمعي وتكوين مجتمع بدون مشكلات، فتعمل جاهدة للقضاء على الظواهر الاجتماعية غير المرغوب فيها. تفسر العبارة السابقة إحدى وظائف علم الاجتماع، وهي العلمية النظرية المجتمعية الناقدة. بستبعد النظرية والناقدة ويتبقى عندي العلمية المجتمعية. وظيفة تسعى للكمال المجتمعي وتكوين مجتمع بدون مشكلات، فتعمل جاهدة على القضاء بين أو إن هي الوظيفة المجتمعية دي سهلة. س 5 ج. س 6. يميل الكثير من الشباب لعمل فيديوهات قصيرة على المواقع والمنصات المختلفة منها التيك توك، والهدف الحقيقي من ذلك هو الربح السريع والابتعاد عن الالتزامات الحياتية، فلم يعد لديهم حاجة لبذل أي مجهود. يعبر ذلك عن أحد أهداف علم الاجتماع، وهو الوصف، التفسير، التنبؤ. أنا بستبعد التحكم، ما بقولها لكيش أصلا. بيقول لي الكثير من الشباب بيعملوا فيديوهات قصيرة على المواقع والمنصات عشان إيه؟ يكسبوا بسرعة، يبتعدوا عن الالتزامات الحياتية، فما يبقاش لديهم يعني ما يبقاش عندهم جهد مبذول ان هم يعملوا حاجة، ولا يلتزموا بالحياة، ولا بروتين مثلا معين ينزلوا لهم كل يوم فيديو، عايزين ايه؟ يكسبوا خلاص. انا هنا بتكلم على وصف الظاهرة، ولا بتكلم على تفسيرها اسبابها، ولا بتكلم على اللي هيحصل في المستقبل؟ مش بتكلم على اللي بيحصل في المستقبل. هل بوصف الظاهرة؟ والهدف الحقيقي من ذلك هو الربح السريع والابتعاد عن الالتزامات، ولا بفسر الظاهرة؟ الارجح ان انا بفسر الظاهرة، يبان من بره ان انا بوصفها، لكن الارجح ان انا بقول الاسباب. رقم 6 ب. 7. التغيرات المناخية من الموضوعات التي ظهرت حديثا على الساحة الإعلامية لمعرفة أسبابها والوصول لحلول لها، كما حدث في مؤتمر المناخ من 16 ل 18 نوفمبر بشرم الشيخ. تنطبق العبارة السابقة على إحدى وظائف علم الاجتماع، وهي الوظيفة النظرية النقدية العلمية المجتمعية. بستبعد النظرية والنقدية،
تبقى عندي العلمية والمجتمعية. التغيرات المناخية من الموضوعات اللي حصل كتير، بدأت يعني على الساحة الإعلامية عشان نعرف أسبابها والوصول لحل، زي ما حصل في مؤتمر المناخ من 16 ل 18. هل أنا وصلت الحل؟ هل قال لي إن وصلت الحل؟ هل قال إن طبقت الحل؟ هل قال إن بنفذه الآن زي السؤال بتاع فوق؟ ما دامتم ما وصلتش لحل وما طبقتوش وما نفذتوش، يبقى أنا لسه بتكلم في إطار العلم والإطار النظري اللي هي الوظيفة العلمية. يبقى السؤال السابع هتبقى إجابته ك. ندخل على بقى إيه الجزء الثاني من الأسئلة. سؤال 8 أو س 8. قيام أحد العلماء بالبحث حول المجتمع الذي يعيش فيه يساعد على صياغة أحكام موضوعية أكثر اتجاه مجريات الحياة. يقول لك أحد العلماء بيبحث في المجتمع اللي عايش فيه عشان يساعده ان هو يحكم على المجتمع ده، بس بما يواكب الحياة. نستنتج من العبارة إحدى وظائف علم الاجتماع، وهي الوظيفة المجتمعية التطبيقية العلمية العملية. خدي بالك ان الوظيفة وظيفة علمية مش عملية، عشان انا بتكلم على العلم مش العمل، فانا مش هختار الوظيفة العملية عشان الاتنين شبه بعض في الامتحان. يقول لي بيبحث لسه عشان يصدر احكام، ومادام بيبحث لسه وما نفذش وما طبقش حاجة على ارض الواقع، تبقى دي الوظيفة العلمية. يبقى رقم 8 اجابتها ج. س 9. اهتم رواد علم الاجتماع بطرح بدائل لتغيير طرق وأساليب التربية التي خلقت أجيال تنساق وراء الشائعات نتيجة لعدم قدرتهم على البحث على الحقائق وتكوين وجهات نظر خاصة. يعبر ذلك الاهتمام عن إحدى وظائف علم الاجتماع، وهي الوظيفة المجتمعية النقدية النظرية العلمية. بيقول لي رواد علم الاجتماع طرحوا، يعني قالوا بدائل لتغيير طرق وأساليب التربية اللي عملت لنا جيل بيمشي ورا الشائعات وما بيفكرش وما بيبحث وما عندهوش وجهات نظر. فهو هنا عطاني طرح بدائل للتغيير، بس هو ما نفذش البدائل دي. ما دام ما نفذهاش، يعني هو مجرد كلام، هو طرح بدائل وبيقول لك السبب، يبقى هو لسه ما قالش، يبقى هو ما نفذش القوانين دي في المجتمع، تبقى دي الوظيفة العلمية. يبقى س 9 هتبقى د. س 10. قام أحد المحاضرين بعمل ندوة عن التعريف بمشكلة التدخين وسرعة انتشارها بين الشباب وتزايدها في الآونة الأخيرة. يلخص الموقف السابق أحد أهداف علم الاجتماع المتمثل فيه معرفة ما ستؤول إليه الظاهرة، التعرف على خصائص الظاهرة، البحث عن أسبابها، اقتراح حلول للظاهرة. طبعا احنا كان عندنا في أهداف علم الاجتماع اللي هو هنا بيقولها، اللي هي الوصف والتفسير الوصف والتفسير والتنبؤ. بيقول لي قام أحد المحاضرين بيعمل ندوة، يعني بيعرف فيها مشكلة التدخين وقد إيه انتشرت بين الشباب، وإن دي متزايدة قوي في الآونة الأخيرة. بيلخص الموقف السابق أحد الأهداف، هو هنا بيعرفني وبيقول لي وسرعة انتشارها وتزايدها، بس ما قاليش ولا أسباب ولا قال لي هيحصل إيه في المستقبل. يبقى أنا هنا مجرد مجرد معرفة، مجرد وصف للخصائص. مجرد المعرفة ووصف الخصائص دي اسمها عندنا؟ اسمها التعرف على خصائص الظاهرة اللي هي الوصف. معرفة ما ستؤول إليه ده المستقبل، ده التنبؤ، مش هي. البحث عن أسبابها ده اللي هو التفسير، مش هي. اقتراح حلول دي برضو في التنبؤ، مش هي. يبقى أنا تبقى عندي الإجابة الوحيدة اللي هي رقم ب. يبقى س 10 إجابتها ب. س 11. قام المجلس القومي للمرأة بوضع استراتيجية لتفادي قضايا العنف ضد المرأة والزواج المبكر من خلال نشر الوعي. تكشف العبارة السابقة عن أهمية علم الاجتماع، دي اللي احنا قلناها الصبح، لو أنا بجمع معلومات وبعرف الظاهرة وبعرف القوانين وبجدد المعلومات وبطورها، وبحاول إن أنا أطور الوسائل عشان أجيب معلومات جديدة وصحيحة ومواكبة للعصر وأحل بيها المشكلة دلوقتي وقدام. فهو هنا بيقول لي المجلس القومي للمرأة حط استراتيجية، حط خطة يعني يتفادى بيها قضايا العنف ضد المرأة وبيتفادى بيها الزواج المبكر من خلال نشر الوعي. فهو هنا بيحط استراتيجية، فهو هنا حط خطة، يعني يعتبر ماشى في طريق الحل. هل بقى هي بالاختيارات؟ بصي خلي بالك الاختيارات هنا، يعني بصي الاختيار كبير شوية، فتقريه على مهل كده. هل تأهيل الفرد للعمل مستقبلا بأحد فروع العلوم الاجتماعية،
تحصيل قدر من المعلومات؟ لا برضه. تطوير الوسائل التي تساعد في حل المشكلات، ولا فهم أنماط التغيير الاجتماعي؟ أنا هنا مش بتكلم في أنماط، أنا هنا مجرد بقى أنا حطيت خطة. الخطة دي معناها إن أنا حاولت إن أنا أحل المشكلة، ولا بفهم أنماط ولا بأهل الفرد يشتغل في المستقبل. يعني هي تحصيل قدر من المعلومات، يا بطور الوسائل عشان أحل المشكلة. هي الاستراتيجية دي يعني خطة متقدمة، وخطة منهجها منهج علمي مش خطة عشوائية. يبقى أنا بطور الوسائل اللي بتساعد على حل المشكلة. يبقى س 11 ج. س 12 إن كشف القوانين التي تحكم سلوك المجتمعات الإنسانية سيعنينا على رسم مصائرنا والارتقاء بحالة الرفاهية للبشر. خلي بالك الكلام تقيل، هو صحيح الدرس صغير بس الكلام تقيل. بيقول لك ايه؟ كشف القوانين اللي بتحكم سلوك المجتمعات الانسانيه، لان احنا قلنا الصبح ان علم الاجتماع ده بيحل مشكله الافراد والجماعات، عكس علم النفس بيحل مشكله بني ادم واحد. العلم الاجتماع بقى بيحل مشكله الجماعه. فهو بيقول لك ان انا اكشف عن القوانين اللي بتحكم سلوك المجتمعات سيعنينا على رسم مصائرنا والارتقاء بحاله الرفاهيه. يعني انا هحل المشكله واعمل قوانين فهيخلي بقى ايه، يبقى فيه ازدهار ويبقى فيه رفاهية. يوضح ما سبق أحد أهداف علم الاجتماع: التنبؤ ولا الوصف ولا التفسير ولا التحكم؟ طبعا التحكم مستبعد، يتبقى عندي التنبؤ يا الوصف يا التفسير. أنا هنا ما قلتش أسباب، تبقى مش التفسير، وهنا ما شرحتلكيش المشكله. انا هنا بقول لك ده انا ايه، ده انا عملت قوانين عشان تعيشنا، سيعيننا على رسم مصائرنا. فسيعيننا دي اللي هي ايه، سائل المستقبل. يبقى انا هنا بتكلم على المستقبل. المستقبل كانت عندنا اللي هي ت المستقبل التنبؤ. يبقى س 12 هتبقى الف التنبؤ. س 13 قام احد الباحثين بدراسه ظاهره العنف الاسري ومحاوله معرفه بدايه ظهورها. يدل الموقف الباحث على أحد أهداف علم الاجتماع. يقول لي إيه؟ أحد الباحثين بيدرس ظاهرة العنف الأسري. ليه؟ يعني في ضرب في الأسرة وكده يعني، ومحاولة معرفة بداية ظهورها. لسه يا دوب بيتعرف على، يعني بيحاول يتعرف على المشكلة. فأنا بحاول أتعرف على المشكلة هنا. يبقى أنا هنا بتكلم في أنهي نقطة؟ هل الوصف ولا تفسير ولا التنبؤ؟ طبعا دي إيه؟ الوصف. دي خلاص تبقى حفظناها. يبقى س 13 ب. س 14 ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالجرائم الإلكترونية، فقام عدد من الباحثين بعمل مشاهدات دقيقة لمجموعة العوامل التي ساعدت على ظهورها. يجسد ما سبق إحدى وظائف علم الاجتماع، وهي العملية التطبيقية المجتمعية العلمية. طبعا احنا متفقين هم وظيفتين: وظيفة علمية بتهتم بالعلم، وظيفة مجتمعية بتهتم بالتطبيق والتنفيذ. فهو هنا لما يقول لي ظهرت الجرائم الإلكترونية فقام عدد من الباحثين، يعني أقدموا على حل المشكلة ووصلوا فعلا ان هم عملوا مشاهدات ويعتبروا بيحلوا في المشكله. يبقى هم هنا نزلوا يطبقوا على ارض الواقع. تبقى دي مش الوظيفه العلميه، هتبقى الوظيفه المجتمعيه. يبقى س 14 اجابتها ج. س 15 يرى موريس انه العلم الذي يدرس طبيعه العلاقات الاجتماعيه وأسبابها ونتائجها على مستويات مختلفة، كالعلاقات بين الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية والكبرى. يوضح ما سبق أحد العلوم وهو علم السوسيولوجي، السيكولوجي، الفسيولوجي، البيولوجي. قلناها الصبح. هو ما قالكيش كمان ده علم الاجتماع، هو قالك ده بيدرس العلاقات الاجتماعية. مين اللي بيدرس العلاقات الاجتماعية اللي خدناه الصبح؟ اللي هو علم الاجتماع. وعلم الاجتماع كان قلنا ان هو مصطلح لاتيني، واسمه ايه باللاتيني؟ اسمه سوسيولوجي. يبقى انا س 15 عندي هتبقى ألف. كده احنا خلصنا الأسئلة الإخطر. ناخد بقى ايه؟ سؤال مقالي. دي الأسئلة المقالي هنختار منهم سؤال. ناخد سؤال مقالي سنة تانية. العلم الذي يهتم بدراسة المجتمع بيستنتج ما يسمى مفهوم أحد العلوم ده صحيح. تدل العبارة السابقة على هدفين من أهداف علم الاجتماع، اكشف عنهم. استنتج 2 من أهمية إحدى وظائف علم الاجتماع. تعالي ناخد سؤال رقم 5: العمل على توظيف. يعني ناخد السؤال ده نكتبه، نكتبه هنا بقى. نكتبه ايه؟ الناحية التانية. س 5 ده احنا هنا ايه؟ صفحة 148. هنا ايه؟ صفحة 148. س 5 العمل على توظيف
العمل على توظيف وتطبيق نتائج الدراسات والبحوث العلمية في تحقيق متطلبات الحياة الاجتماعية والحد من العنف والقضاء على الجريمة والتصدي للظواهر السلوكية المنحرفة. ايه بقى المطلوب؟ استخلص إحدى وظائف علم الاجتماع. ماشي، أنا هنا مش عارفة أنا في أنهي وظيفة، هل الوظيفة العلمية ولا الوظيفة المجتمعية؟ العمل على توظيف وتطبيق نتائج الدراسات والبحوث العلمية في تحقيق متطلبات الحياة الاجتماعية والحد من العنف والقضاء. هو أول كلمة إيه؟ العمل على توظيف وتطبيق. أهو كلمة تطبيق دي يبقى أنا في الوظيفة المجتمعية مش في الوظيفة العلمية. بس برضو أكمل السؤال. وتطبيق نتائج الدراسات والبحوث العلمية في تحقيق متطلبات الحياة الاجتماعية والحد من العنف والقضاء على الجريمة والتصدي للظواهر السلوكية المنحرفة. استخلص الوظائف. العمل على توظيف وتطبيق، يبقى أنا في التطبيق دي اللي هي الوظيفة معاك هنا تدل على الوظيفة المجتمعية. انا كده المفروض ان انا جاوبت السؤال، بس دي مش اجابه نموذجيه، لازم بقى ايه ادعم الاجابه بتاعتي اشرحها له اكتر. وهي تلك الوظيفه التي تعمل على كشف القوانين العلميه الصحيحه لحل المشكلات والوصول لها عن طريق العلم. أنا كده جاوبت إيه؟ إجابة نموذجية صحيحة. ماشي، سنة تانية كده خلاص احنا حلينا أسئلة على علم الاجتماع الدرس الأول. مش هيطول قوي لأن هو يعتبر لسه الدرس الأول. إن شاء الله نكمل بقية الدروس على خير. إلى أن ألقاكِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.